طيب، بما اننا اتكلمنا عن الكوره، ربنا اراد ان هو يعني يرد لي اللي عملته امبارح. وانا امبارح كنت في حاله كرويه ليست لطيفه، وكتير من اخواننا في النادي الاهلي ما انبسطوش منها. فالنهارده انا شربت من نفس الكاس وبقيت محتاس، علشان بقيت فرجه لكل الناس وعجبي. والزمالك النهارده يا اولاد بهدلني. فريق اهتم بلا اسنان، بلا فاعليه، بلا رغبه، بلا قدره. تحس انها فرقه مش فاهمه انا جيت منين ورايح فين، انا بعمل ايه، انا عايز ايه، انا مين، انا ازاي. يا جماعه احنا دخل فينا جونين وسط حراسه مشدده. يعني اي لاعب من امبي كان بياخد الكوره ويروح للجون كان في 4 بيحرسوه لغايه اما يدخلها جون، او لغايه اما يشوط جون. يعني اخونا علي فوزي بتاع امبي ده 4 دايما من الزمالك واخدينه كده حرس شرف لغايه اما يجيب الجون ولغايه اما يدخل الجون. هذا نادي بلا فاعليه. انت ما عندكش لعيب قادر على انه يعمل فرق. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه بعتها ومشيتها وجبت لعيبه تانية اقل من العادي، اقل كتير من العادي. في ناس واقفه في الملعب لا دور لها، ليها اسم. يعني يقول لك ايه، سيف فاروق جعفر نزل، اهلا وسهلا. سيف فاروق جعفر بيتحرك، اهلا، يعني شيء عظيم. كابتن مش عارف مين راح يجيب ايه، اهلا. انداي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. يا جماعه انت النهارده بتلاعب فرقه نازله درجه تانية، يعني هو بيناضل من اجل البقاء. ارهاق ايه؟ فين اللعيب؟ فين اللعيبه اللي انت اشتريتها؟ ال3 اللي احنا بهدلنا الدنيا ونسجلهم، والقيد بتاعهم احمد بالحاج ده ولا ومنسي ده ولا اي حد فيهم عمل اي حاجه. يعني مفيش اي حد فيهم ليه اي معنى. في نهايه الامر انت فريق بلا فعاليه. اللي هتقول لي ما الاهلي سيء بس بالنتيجه هو اول الدوري خلاص. انت مش عارف تبقى الرابع، انت واصل لمرحله انك مش عارف تبقى الرابع. يا جماعه ما عندنا يعني حتى شيكابالا التلت ساعه اللي كان بيلعبهم كان يعمل حاجه، يعمل شيء، يلم كوره، يصنع جون. ما امام عاشور ده كان عظيم، اشرف بن شرقي ده كان عظيم، طارق حامد ده كان عظيم. انت عندك ربع فرقه، ربع مشكل كده كانوا عظمه، دلوقتي مش موجود. تلعب بفرقه كل اللعيبه اللي فيها كمان نفسيا حالتهم صعبه جدا. هو مش عارف انا بعمل ايه، وهي هل افريقيا ده انا هكمل فيها، والدوري ده ملناش فيه السنه دي، والكاس اهو ضاع وكل حاجه راحت. فرقه محطمه. وانا رايي ان فيريرا ايامه بقت معدوده. فيريرا يا جماعه قاعد عشان العقد، عشان انت مش عارف تمشيه عشان العقد، هياخد مبلغ وقدره. زي ما مشيته ورجعته. هي في فرقه هتعمل كده؟ فريق مدرب يمشي وبعدين يرجع بعد يوم ويوم لا ويوم 5 هزايم ورا بعض. انت 4 5 ماتشات اللي فاتوا دول يا تعادل يا هزيمه يا يعني مش فاهم في ايه، مش فاهم في ايه. ازاي الكره عندنا مستواها بقى عامل كده؟ ازاي الكره عندنا الاداء اللي شفناه امبارح والاداء اللي شفناه النهارده؟ سيبك من الاهلي يا عم، اهو الاهلي عنده حاجه يتكلم فيها، انما احنا نتكلم في ايه؟ ده احنا كنا من غير مجلس اداره وخدنا دوري وكاس. دلوقتي انت خلاص يعني لا وجود لك. حاله من حالات الاستسلام، وانت لا عارف لا تضغط من قدام ولا تضغط من ورا. ده الشباب بتوع امبي بياخدوا الكرة من نص الملعب ويجري وانت تجري وراه. ده في كرة المهاجم كان وراك بقى قدامك، كان وراك بقى قدامك سبقك، انت مش قادر توصل له. هل ده ممكن؟ هل ده يرضي حد؟ طب احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ احنا عاملين كده ليه؟ طبعا هيبقى في مليون شماعه، اصل اتحاد الكوره، اصل الاهلي، اصل السحر، اصل الشعوذه، اصل اللعيبه، اصل في مؤامره، اصل لا، اصل الحكايه فعلا ان الفريق سيء جدا، وباين السوق بتاعه بقاله مده طويله جدا سيء ثم سيء ثم سيء. هذا الرجل
عنده احساس انه ادينا بنشتغل وخلاص، ويعني بيقبض بالدولار وحياته لطيفه وجميله وقال لك الارهاق وكابطال الدوري لن نستسلم. تستسلم في ايه؟ انت هتعمل ايه؟ ده انا بقول لك النهارده مع احترامي الامبي، يعني انت بتلاعب فريق بينازع ان هو ما ينزلش درجه تانية. اجيب لك مين تلعبه تاني بعد كده؟ اجيب لك يعني مش عايز اقول اسامي فرق عشان بيزعلوا. اجيب لك مين تكسبه؟ اجيب لك مين تلعب انت مش عارف تنقل الكوره، مفيش حلول، مفيش خطه، مفيش اي حاجه، واللعيبه جون يروح واخد الكوره ورايح ويقعد يلعب جون تاني، يروح واخد الكوره ويلعب وينقل كده مش عارف ايه، الماتش خلص باي باي مع السلامه. الجمهور قاعد بيشجع من اول ماتش لاخره. طب يا جماعه اللي بيجرى ده في الملعب ما لكمش علاقه بيه. يعني يسمع التشجيع يقول دي فرقه كسبانه 4، صولات وجولات عن الزمالك وعظمه الزمالك، ده احنا مغلوبين 2-0، ايه العظمه اللي فيه؟ ولسه اخر الاسبوع اللي جاي ده بقى لما نشوف بطوله افريقيا هنعمل ايه. حاجه تضايق والواحد دمه بيتحرق. يعني امبارح كنت متضايق جدا بجد، والنهارده انا متضايق اكتر طبعا لانه